موضوع المعبر، فقال لي انا فاهم موضوع المقاطعه كويس جدا، بس انا مش فاهم موضوع المعبر. وبناء عليه انا اتشرف واوضح لك موضوع المعبر. هو المعبر ده جزء من معابر حوالين غزه. في حوالي 6 معابر حوالين غزه، في منهم معبر واحد بيبقى رابط ما بين مصر وغزه. فطبقا لمعاهدة السلام مصر قررت ان التعامل هيبقى بينها هي والجانب الفلسطيني. طبقا لمعاهدة السلام بعد الحرب ما بين مصر واسرائيل، عشان ما يتكررش الموضوع تاني ويحصل مشاكل تاني، فاسرائيل ملهاش تخش رفح بالعتاد والاسلحة، ومصر برضو ما تدخلش سلاح وعتاد واسلحة طبقا للمعاهدة. اسرائيل بدأت تدخل المفروض ان هي مثلا ليها مثلا عند لحد 5 كيلو مثلا تدخل عسكري، لحد مثلا لحد 10 كيلو تدخل عربيه، لحد 15 كيلو تدخل دبابه. فهي دخلت دبابه لحد فين بقى يا باشا؟ لحد بوابه المعبر. لحد بوابه المعبر، وكمان عند المحور نفسه بتاع فيلادلفيا، وراحت عملت عرض هناك البتاع ده اللي هو الدبابه اللي هي دخلتها او المدرعه اللي هي دخلتها. طبعا بالنسبه لمصر، هي مصر مش موافقه، هي مش هتتعامل مع الخطا ده. فمصر واخده عملت استنفار، فرشت سلاحها، جابت دبابات بقى زي ما انت خرقتي انا كمان خرقت الاتفاق. حضرتك عملتي خرقه للمعاهده، انا كمان خرقت المعاهده، وانا كمان جبت الاسلحه بتاعتي وفرشت الدبابات بتاعتي ومبقاش في حاجه اسمها 5 و10 و15 على سبيل المثال. طيب النتيجه؟ النتيجه ان من وسط ال6 معابر بتوع غزه حضرتك قررت ان المشكله في معبر واحد هتدخل منه مساعدات. المعبر ده اللي فين؟ اللي ناحيه الحدود المصريه، لان انت اصلا رافض التعامل مع الجانب الاسرائيلي. طبقا للمعاهده انت المفروض تتعامل مع الفلسطينيين، مع الجانب الفلسطيني، مفيش اسرائيليين في الموضوع. فوجود اسرائيل لحد المعبر واحتلالها المعبر ده مديك انت حساسيه رهيبه جدا، ودي طبعا دوليا بتبقى ليها مقاييس اخرى. تخيل كده ان في حد عمال يبعت لك ويقول لك انا شايف تحركات عندك، ايه التحركات دي؟ واللي بيبعت لك ده اسرائيلي، وانت المفروض اسرائيل ما بتتعاملش معاك. فمجرد موافقتك والرد عليه موافقه ضمنيه بخرق المعاهده، وموافقه ضمنيه بوجود المحتل الاسرائيلي في رفح الفلسطيني. المحتل الاسرائيلي في رفح الفلسطيني. فطبيعي مصر هتعمل ايه؟ هتوقف. انا مش هتعامل معاك، هتعامل مع جانب الفلسطيني. هات حد فلسطيني هنا وانا اتعامل معاك. رجع حاجاتك، رجع سلاحك، رجع معداتك، ادخل من عندي. غير كده انا في استنفار، انا في حاله استنفار، وده حق، ومحدش ليه عندي حاجه. طيب في حد طلع وقال كلمتين مالهمش لازمه كده، وقال لي بس يا باشا احنا نخش ونحمي القافله اللي داخله. احنا ازاي؟ احنا جوه؟ انت معناها ان انت هتخش حدود بلد تانية، دوله تانية بسلاحك، دوله تانية؟ لا انت كده بتعمل ايه؟ عمليه عسكريه في دوله اخرى؟ ده موضوع ودي مقاييس اخرى. اوعى تخلي حد يفهمك ان ده متاح. اوعى تخلي ده حد يفهمك ان ده متاح. ما عليك غير ان انت ايه؟ تقدر تسهل دخول القوافل من تتعامل مع اسرائيل من البوابه اللي ما بين. انا ليا حدودي بيني وبين اسرائيل كبيره جدا، انا اتعامل مع اسرائيل منها دايركت، مفيش مشكله. اكلمك ترد عليا، اخش ادخل لك القافله بتاعتي، من القافله بتاعتي تروح تعدي على معبر كرم ومساوي وتخش. لكن معبر رفح نفسه خط احمر، شد سطر، مفيش كتير. انا بحاول اتكلم بطريقه سهله وبسيطه، واتكلم بطريقه تكاد تكون ان هي قريبه قوي من لغتنا اللي احنا بنتكلم بيها مش عاوز اجعلص الكلمات، مش عاوز استخدم كلمات صعبه وحاجات زي كده يعني. اتمنى يكون الامور وصلت لنا كلنا يعني.